مرحبا، اليوم سأتحدث معكم عن عرضين شائعين يقدمهما مرضاي، أحدهما هو الحمى والآخر هو الزكام. ما هي الحمى؟ درجة حرارة 98.9 درجة فهرنهايت في الصباح و99.9 درجة فهرنهايت في المساء تسمى حمى. هذه هي التعريف النظري. وما هو البارد؟ هو الزكام العادي، يعني أي سيلان في الأنف، انسداد الأنف، صداع في الجبهة، تهيج في الأنف أو دموع في العينين، حكة في العين. كل هذه الأعراض تسمى أعراض شبيهة بالإنفلونزا والتي تشير إلى الزكام العادي. يمكن أن يكون لدى المرضى حساسية أو عدوى بسببها يظهر لديهم هذا العرض. التعديلات في نمط الحياة التي يوصى بها لمنع تكرار الزكام هي أحدها التباعد الاجتماعي، والآخر هو ارتداء الكمامة وتحسين جهاز المناعة من خلال تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات الورقية الخضراء، تجنب النظام الغذائي العالي بالكربوهيدرات، زيادة تناول البروتين يوميا، وممارسة النشاط البدني اليومي. شكرا لكم.